السلام عليكم. مع سلسلة الحتة اللي بتيجي ومعانا حتة مهمة جدا جدا، فكرة من الأفكار المهمة، فكرة الأوميتر بعنوان اقلب ونقص واحد. طيب، في بعض المسائل كده في الامتحان لو انت اتعودت عليها تقدر تحلها في ثانية، تحلها بسرعة، مش تحتاج منك وقت عشان توفر وقت للأسئلة اللي فيها شغل شوية. السؤال بيقول ايه؟ الشكل المقابل يوضح أقسام متساوية على تدريج الجلفانومتر. ركز، الاقسام متساويه للتيار، يعني التيار فوق اهو، صفر، ربع اي جي، نص اي جي، تلات ارباع اي جي. التيار هو الاقسام متساويه، اما الاوميتر اقسامه غير متساويه. فتكون قيمه ار اكس، عايز قيمه ار اكس. ركز بقى، اولا قصاد الاي جي المقاومه بصفر، قصاد الاي جي بصفر المقاومه ما لا نهايه. اي حاجه مكتوبه على الخط تحت دي بنسميها ار اكس، بنسميها مين؟ ار اكس. طيب، لو بصيت بقى هنا في الحاله ديت، الار اكس نسميها ار اكس مثلا واحد وليكن بكام؟ ب 2000، وقصادها الاي ده قد ايه من الاي جي؟ 3 ارباعه. هو كاتب لي ان الاي بتساوي 3 ارباع اي جي. لو عايزين قانون للار اكس، في قانون كده نعرفه مع بعض، بيساوي ان ناقص واحد في ار داش، حيث ان ديت مقلوب التدريج. يعني ايه مقلوب التدريج؟ يعني التدريج كام؟ 3 على 4. الاي هنا 3 على 4، نقلبها يبقى 4 على 3 ناقص 1 في ار داش، دي الار اكس. يبقى هتساوي 4 على 3 ناقص 1 بتلت ار داش. طب ما هو مديني ان الار اكس هنا ب 2000، يبقى ال 2000 هتساوي تلت ار داش، يبقى الار داش هتساوي 2000 على تلت ب 6000. الار داش دي اسمها مقاومة الأوميتر الكلية. طيب، طبعا في حل أسرع من كده اللي أنا بقوله بقى في السؤال، اقلب ونقص واحد. مش هو مديك دي 3 ارباع تدريج؟ يبقى في الحالة دي ار اكس هتساوي، هنقلب يبقى 4 على 3 ناقص واحد يبقى تلت ار داش اللي احنا عملناه هنا في القانون. يبقى لو مديك الاي بتساوي 3 ارباع اي جي، يبقى الار اكس بتساوي، اقلب يبقى 4 على 3 ناقص واحد على الاله تديك تلت ار داش، وجيب ار داش. طب لو انت بقى طبقت نفس الكلام هنا بقى الاي بتساوي ربع اي جي، يبقى في الحاله دي ار اكس هنا اللي احنا عايزينها هتساوي قد ايه من الار داش؟ اقلب يبقى 4 ناقص 1 3، يبقى الار اكس بتساوي 3 ار داش. واحنا جبنا اصلا ان الار داش بكام؟ ب 6000، يبقى 3 في 6000 ب 18000. يبقى الإجابة الصح 18000 أوم. يبقى فكرة السؤال، من التدريج أقدر أجيب الآر إكس، من التدريج أقدر أجيب مين؟ الآر إكس. أقلب ونقص واحد، أقلب ونقص واحد. يعني هنا 4 3 على 4 هتبقى 4 3 ناقص واحد، يبقى الآر إكس بتساوي تلت آر داش. هنا ربع أي جي، يبقى الآر إكس بتساوي كام؟ 3 آر داش. طب هنا نص أي جي، يبقى الآر إكس هتساوي إيه؟ شقلب يبقى 2 ناقص واحد، يعني الآر إكس بتساوي آر داش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.